غرفة الملابس دريسنج روم، صندوق اسود فيه اسرار. طلب من الكابتن حسن انه يستنى، وكان كل المباريات اللي قبل كان بيتغير، فيعني اتولد عنده احساس ان كل مره انا اللي بتغير. هو بقى بالبرتغالي واحمد عبده بيترجم. يعمل ازاي؟ كان يا مكان زمان كان عندنا لعيب كبير اسمه ابو تريكه. فواحده جت في دماغي هنا، انا مش حاسس ان انا كنت جنبه. قال الحق يلا. فهو دخل بين الشوطين، وكانت في بتاع الثلاجه بتاع الميه وبتاع التلج صغيره كده، وده راح ماسكها وراح هوب هوب وراح ضاربها في الحيط. اوه، اتقي شر الحليم يزغل. في احترام للتقاليد بتاع غرفة الملابس، حتى لو مين اللي بيجي بيبقى فيه اولا توقيت محدد ومناسب، مش عفوية ان اي حد يدخل غرفة الملابس بتاعتنا. ده كان مديها خصوصية بعض الشيء، ومديها احترام، ومديها هيبة لأي حد بيجي. مش اي حد يدخل غرفه الملابس. انت عارف احنا كلنا بنبقى مكشوفين على بعض في غرفه التغيير الملابس، وكلنا عارفين بعض كويس. فانا لو جايب ضيف او جايب صديق ليا، ما ينفعش ان انا ادخله غرفه الملابس، بينتظر بره لغايه ما اللعيبه تجهز كلها وتبقى في افضل حالاتها، وممكن يدخل يتصور. فدي كانت تقاليد موجوده عندنا في غرفه الملابس. في اصول وتقاليد. يعني كان في اصول وتقاليد، مش اي حد يخش الدريسنج روم، لا، لان ده زي البيت. ما ينفعش حد يخش بيتك من غير استئذان او من غير ما ترتب له. فهم المدربين اللي احنا اتعاملنا معاهم كان بياخد هذا الاعتبار، او بيتعامل على هذا المنوال. ما ينفعش حد يخش البيت الا ما يبقى فيه ترتيب وفيه اصول، لان البيت احيانا بيبقوا له اسرار. احنا في اسرار عمرنا مش هنحكيها حتى لو ايه، لان في قصص معينه تخص جيل معين، او تخص حاجه معينه، او تخص شخصيه معينه. ممكن عندنا اسرار ممكن نقول بعض الاسرار، انما مش كل الاسرار، لان كل جيل بيبقى زي ما قلت اوضه اللبس بتبقى زي الصندوق الاسود. في ممكن ناس تقولها، وفي ناس ممكن ما تقولهاش. يعني احنا جيلنا في النادي الاهلي في هناك اسرار، وفي اسرار الناس ما تعرفهاش. حصلت في كاس عالم الانديه لما خدنا ثالث، حصل لما كاس عالم الانديه لما خدنا خامس، لما خدنا المركز الاخير. في حاجات لانها خاصه بالمجموعه وخاصه بالنادي. فكل مدرب بيتعامل على ان الدريسنج روم زي بيته. ما ينفعش كل حد يخش، وما ينفعش كل الاسرار تطلع. فده مبدأ معين، واعتقد انه بيبقى مفيد وما زال مفيد، لان زي اختلاف الاجيال واختلاف العصر، انما لا، في لازم ده مكان التركيز، وده مكان ازاي بتجهز الناس عشان تظهر اللعيبه تظهر باحسن مستوى، وازاي بتجهز المجموعه ككل. في مصابين، في غايبين، في ناس مقموصه عشان ما بتلعبش،
في ناس لها مشاكل عائليه معينه، فدي الحاجات دي بتبقى محمد اسرار. فكرني بكاس العالم للانديه وموقف بصراحه من يعني اقول خطبه من الخطب المؤثره جدا في اوضه اللبس بعد المشاركه الاولى لينا في كاس العالم للانديه والهزيمه قدام الاتحاد السعودي. انا افتكر الخطاب بتاع جوزيه لينا في غرفه الملابس، بصراحه من اكتر المرات اللي اثرت فينا كلنا، ادانا انطباع ان احنا عايزين كاس العالم للانديه الموسم اللي جاي تبقى بكره. صح. بصراحه الخطاب بتاعه في الوقت ده كان مؤثر جدا علينا، خاطب قلوبنا كلنا قبل عقولنا يا محمد. لو تفتكر طبعا الطريقه اللي دخلنا بيها الاوضه عامله ازاي، كله داخل وموطي فده قال احنا ما ظهرناش بالمستوى بتاعنا الحقيقي. انا هاجي السنه الجايه هنا كاس عالم، والفرقه دي هتقدم المستوى اللي كنت انا متوقعه هذا السنه، هذا الموسم. عملنا اخطاء وما استعدناش كويس، فالموسم الجاي او السنه الجايه هبقى موجود، والمجموعه دي هتبقى موجوده، وهتبينوا للعالم المستوى الحقيقي بتاعكم. انسوا ونركز في اللي جاي، وزي ما بقول لكم السنه الجايه هنبقى موجودين. السنه الجايه رحنا خدنا مركز ثالث، فهو كان بيعمل الصدمه. ايه الصدمه؟ على طول في الحدث نفسه. فاكر ماتش الصفاقسي؟ فاكر ماتش الصفاقسي طبعا 1-1 في القاهره 45 دقيقه لا قبل المباراه. المباراه الاولى بعد مباراه الذهاب. ايوه، لما هم كانوا بيرقصوا وفرحانين وبتاع. فاحنا المبنى اوض اللبس بتاع استاد القاهره قدام بعض. المبنى اوض اللبس القديمه، مش المخرج بتاع الدرجه الثالثه، لا بتاع المقصوره والدرجه الاولى بيبقى تحت. تنزل اوض اللبس هنا بتاع الضيف، واحنا الفريق الزائر والضيف والاثنين قدام بعض. فهو احنا الشمال والصفاقسي اليمين. فهو بعد الماتش دخل على اليمين، قلنا يا عم احنا الشمال. دخل على اليمين ولقى دول بيرقصوا وبيغنوا. اوه، وراح هو بقى متكلم، قال لهم الحفله ما انتهتش. هو بقى بيتكلم بالانجليزي. الحفله ما انتهتش، الحفله هناك في تونس. الحفله هناك في تونس. وراح جاي بقى علينا احنا، دخل ولا طبعا احنا بقى زعلانين 1-1، النتيجه مش كويس وبتاع. واحنا برضو عمري ما انسى برضو واحنا خارجين، جمهور الاهلي ما بيحبش ولا التعادل ولا الخساره. اربي الازايز وبتاع. انتوا نجوم فوق راسنا، بس احنا عاوزين البطوله. فهو راح داخل وقال ارفع راسك انت وهو، في ماتش عوده واحنا هنكسب، والبطوله دي بتاعتنا. فهو بيعرف يعمل الصدمه على طول في لحظتها. خلاص اللي بقى خدنا دش وعادي، والماتش ونفكر بقى في ماتش العوده وخدنا البطوله. من اللحظات المهمه جدا يا محمد في فعلا في رادس في 2006 مباراه العوده بين الشوطين. كنا متعادلين لسه 0-0 الله عبد الله، ودخلنا بين الشوطين ففي 45 دقيقه انت يعني مطالب ان انت تسجل. هو كان محضر السيناريو كامل. انا فاكر كل يعني تفصيله في المباراه دي تحديدا. يعني انا يعني دخل بين الشوطين برضو خطاب مؤثر جدا 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 في مسيرته معانا، وخطاب فيه مخاطبه القلب. واول مره احسه ان هو مش متاكد مليون في الميه ان احنا هنفوز، بس بيعمل كل حاجه عشان نفوز. بياخد بالاسباب، بياخد بالاسباب وراسم السيناريو طبعا في دماغه، التغييرات والتبديلات اللي هتحصل وطريقه اللعب واخر 5 دقائق اللعب هيبقى عامل ازاي. فقال جمله انا فاكرها كويس جدا، قال العبوا 45 دقيقه للتاريخ.
قال باللفظ كده: العبوا 45 دقيقه للتاريخ، الناس تذكركم لو ما فزتوش يبقى انتوا عملتوا بطوله كبيره وعملتوا التاريخ، عملتوا المطلوب منكم. فالجمله دي انا مش قادر انساها بصراحه، بترن في ودني طول مسيرتي معاه. لا هو كان ايه، محضر الجيم كويس نفسيا وفنيا. هو كان قايل على فكره، كان قايل لنا السيناريو بتاع الجيم اللي هيحصل قبل ما يحصل. قال انا هيبقى هنبدا كذا، وهنغير في الدقيقه كذا، وفي اخر نص ساعه هنشتغل ازاي، حتى التغيير التكتيكي في الملعب بالتنفيذ، أيوة تنفيذ اللعيبه وبتاع. وكان في عناصر غايبه، كان في عناصر اساسيه غايبه من عندنا. فهو قال هناخد نص ساعة، لو النتيجة كذا هنعمل كذا وهنعمل كذا، وفلان يبقى ناحية اليمين شيتوس وإسلام وبتاع، ويبقى أبو تريكة موجود وعماد حتى سيناريو الكرة الطويلة اللي كانت بتتعمل في آخر المباراة. لا فهو كان محضر السيناريو كويس قوي قوي. الله هو برضه في حته الشد كان محمد عبد الله كان بادئ الجيم ده. فعبد الله عاده كل واحد بيبقى سيء بياخد 0-1 يعني هو بين الشوطين انت اللي بدات موضوع الزيرو ده. قال له عبد الله نو تقول لي 2-0 هو لا انت فكرتونا والله. اوضه الفيران في اوضه الفيران في النادي الاهلي. ايه اوضه الفيران دي؟ اوضه الفيران لو انت مستواك وحش، الخواجه يجي لك الصبح الساعه 7:30 8 يقول لي عم حارس انا عايز فلان الفلاني، انا عايز وائل انا عايز بركات، انا عايز ابو تريكه. مين بقى اكتر واحد كان بيخش اوضه الفيران؟ انت. ايوه يقعد بقى ماسكك يقول لك في ايه؟ انت مستواك وحش ليه؟ وبتاع وتيجي طبعا بقى للناس احنا كنا بنيجي بدري، فيجي بركات ولا سيد معوض يقول لحارس ايه؟ مين اللي دخل الاوضه النهارده؟ مين اللي عليه الدور؟ مين اللي عليه الدور؟ قالوا لا سباك ابو تريكه. فهو كان يخش اللعيب يبقى فيه دروب في المستوى، يروح هو عامل اجتماع معاه يقول له ده انت كذا وكذا 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 وكذا. وبرضه حتى بعد ماتش الصفاقسي خدنا البطوله والحمد لله، ربنا سبحانه وتعالى كرمني بجول تاريخي عمري ما انساه. فتاني يوم خدنا ورجعنا وبتاع، وخدنا اجازه ورجعنا. فعم حارس قال لي الخواجه عايزك. قلت له عايزني؟ ازرق في ايه؟ ده انا لسه جايب بطوله. ده لسه في ايه؟ هو كان عاده في الطبيعي يتكلم معاك انت لوحدك، انما هو المره دي دخلت لقيت الجهاز كله قاعد كابتن حسام وهو والكابتن احمد ناجي. فقال لي انا مش عارف انت مستواك نازل ليه. وقال لي على فكره بقى شيتوس بيتمرن كويس، كان هو شيتوس اللي ساعتها، وانا هلعبه الفتره الجايه، عندنا ماتشات وانت هتقعد. فقلت له لا طبعا اللي انت شايفه اعمله. وقعدت بعد ماتش الصفاقسي، وقعدت ماتشات الدوري انزل نص، ما لعبش خالص. لعبنا بره حرس الحدود في اسكندريه، لعبنا طلائع الجيش مره في القاهره، نزلت نص ساعه وبتاع. فهو لا كان يعرف يتعامل معاك كويس. اوضه الفيران، الاجتماعات الصبح، يقعدك بره ما ياخدكش في الماتشات، يلعبك نفسيا كويس، يقول لك انت في ايه؟ واحد لسه جايب بطوله وجايب مستوى كبير، ويجي تاني يوم ولا تالت يوم يقول له لا انت مستواك نازل ليه؟ اقعد. فلا دي من الحاجات برضو اللي اتعلمت مع الواحد.
لا يعني نقطة التدخلات وتدخل مسؤول في النواحي الفنية للمنتخب، بصراحة احنا الجيل بتاعنا ما عشناهاش وما شفناهاش، لأن يعني الجهازين اللي احنا اشتغلنا معاهم فترة طويلة جدا ما سمحوش بالنقطة دي. يمكن حدثت مع أجهزة تانية بعد كده، إنما لا، مع الجهازين دول جوزيه وكابتن حسن شحاتة الاثنين طبعا كان شخصيتهم ما تسمحش إن حد يفرض لاعب عليهم. صح. زائد إن التوقيت ده كان فيه عناصر كتير جدا من اللعيبة، عناصر ممتازة في أكتر من مركز، فكان في منافسة كبيرة بين اللاعبين وبين اللاعبين وبعض. يعني المدرب كانت بتسمح للمدرب دايما باختيار الافضل، محدش يجي يفرض عليه لاعب ويلعب مثلا محترف او لاعب بيلعب في نادي معين. ما كانش بيحصل الكلام ده مع المجموعه بتاعتنا تحديدا. يعني يمكن مؤخرا بدا يبقى في بعض التدخلات، انما لا، ما حصلتش ابدا مع جوزيه تحديدا. ونفتكر كلنا الموقف بتاع الحضري لما حصل موضوع الشاره، بدا الناس تتدخل. ولما الحضري مشي حتى وحاولوا يرجعوه تاني للنادي الاهلي، بدا الناس تضغط على الراجل، والراجل رفض تماما، وفي ضغط على مجلس اداره النادي الاهلي ان الحضري يرجع، والضغوط دي رفض المدرب انه يستجيب لها. فده ياكد الشخصيه اللي احنا بنتكلم عليها في نقطه التدخلات بشكل كبير. يعني وكان هو يعني حتى جوزيه او الكابتن حسن كان يحب يبقى الامور مع الاعلام او وسائل الاعلام تبقى واضحه. انا في وجهة نظري الاثنين ما كانوش بيحبوا وسائل الاعلام كتير. يدي تصريحات ويتعامل في حوارات، انما ما يأثرش على شغلهم. مرة كنا خسرنا من الجزائر 3-1 ورجعنا وهناخد يوم، هنتمرن يوم او يومين وبعد كده نسافر على الكاس القارات. عادة تدريبات المنتخب الاول بتبقى مليانه قنوات كاميرات وصحفيين، واحنا راجعين وبنلعب بنتمرن في الملعب الفرعي في استاد القاهره، مفيش ولا صحفي ولا كاميرا. خسرانين بقى وجايين بخساره وما كناش المستوى كويس. فهو طبعا المنظر جديد على المجموعه، فراح مجمع المجموعه كلها في نص الملعب، وهو قال بصوا كده حوالينا مفيش ولا صحفي ولا كاميرا، عشان تعرفوا ان بمستواكم وبادائكم وبالفوز تقدروا تجيبوا اي حد. فخلي ده في الذاكره بتاعكم، مستواك والاداء والفوز بيخلي الناس تجري وراك مش العكس. فهم كانوا يقلبوا الحاجه السلبيه او الحاجه الخطا او الموقف يدي دافع للناس، عشان كده بيبقى هنا في الذاكره. انا عمري ما انسى، فعمل في الدايره وقال بص حواليكم بقى كده، ولا في ولا صحفي ولا كاميرا، عشان اقول لكم ان ادائك في الملعب والفوز هو اللي بيخلي الناس تجري وراك. فدي من الحاجات برضو المهمه. كمان جوزيه يا محمد، تعامله مع الصحفيين ومع الإعلاميين برضو كان صعب جدا جدا ومش من السهل، لأن هو عارف برضو الصحفي بيحاول أنه يوصل للمعلومة بتاعته بأي طريقة. فهو كان النقطة دي عارف أن هي ممكن تضر الفريق بشكل أو بآخر يعني، فكان بيشدد جدا على النقطة دي، ويشدد على التعامل مع الصحفيين واللعيبه اللي بتتكلم مع صحفيين واللعيبه اللي ممكن تطلع لو في مشكله حصلت في غرفه الملابس او شيء. كان بيشدد جدا على النقطه دي ويحذر جدا منها،
ودايما كان يهدد بيها، يهدد ان اللاعب اللي يتمسك انه بيتكلم مع صحفي او يعني فلدرجه ان كان في ناس بتخاف تقف مع الصحفيين لو تفتكر بره غرفه الملابس. اول ما تخرج من الاوضه كان دايما بيبقى في صحفيين موجودين، حتى ما تسلمش على، لو شافك يجي تاني يوم يقول لك انت كنت واقف مع الصحفي. فالراجل كان ذكي جدا انه يعني شوف لو سلمت على حد يقول لك انت سلمت على فلان انت واقف معاه ليه. فدي من النقاط برضو اللي كانت بتبين ان الراجل صراحه شخصيته قويه جدا، ما بيفوتش تصرف صغير او حاجه لو انت بتعملها بطريقه عفويه، انما في نفس الوقت كنا بنحبه كلنا في طريقه تعامله دي بصراحه. هو يا محمد تكمله كمان للمدربين اللي اتكلمنا عليهم دول، انا هتكلم على اللعيبه بقى في اوضه اللبس. اللعيبه بصراحه احنا كنا محظوظين برضو بالمجموعه اللي كانت معانا دي. المجموعه فيها شخصيات متنوعه، فيها لعيبه زي ما اتكلمنا على الصفات الشخصيه ليهم، اللي بيهزر واللي بيضحك انما في الاخر كلهم كانوا اصحاب هدف واحد، وهو النجاح، ان احنا عايزين كلنا ننجح. فكل واحد كان بينجح بالطريقه اللي هو بيشوفها تساعد الفرقه بصراحه. ودي نقطه يعني زي ما قلت احنا محظوظين بالمجموعه بتاعتنا دي، كلنا كنا مع بعض، حتى بالناس الصغيره اللي طلعت معانا، بالناس اللي كانت بتيجي من بره وبتستمر فتره طويله معانا. بصراحه كانت مجموعه تساعد المدرب على النجاح بشكل جيد. عقليتهم كلها عقليه لعيبه عايزه تنجح، صح. مش لعيبه بتلعب لحاجه معينه، او كلها الهدف الاساسي عندهم النجاح والحصول على بطولات. ودي ساعدتنا وساعدت المدربين دول اللي احنا بنتكلم عليهم بصراحه، كابتن حسن ومانويل جوزيه مع النادي الاهلي، ان يحققوا الطموحات والامال بتاعتهم. وبعدين احنا مش ماشيين زي الكتالوج. يعني ايه كتالوج؟ كل فريق مثلا يجي قبل كل مباراه كابتن الفرقه هو اللي بيتكلم بس، لا، احنا اللي عندنا 4 5 كبار 6 7 لعيبه ممكن يتكلموا، واللي ما عنده الاحساس ان المره دي ان هيحصل حاجه معينه يتكلم، وشايف حاجه معينه يتكلم. فدي كانت ميزه ان معظم ال6 7 لعيبه او 8 لعيبه سواء في الاهلي او في المنتخب يعرفوا يتكلموا ويعرفوا يوصلوا الرساله، ومش شرط على الكابتن بس، لا، كان كله بيتكلم. اللي شايف حاجه معينه يتكلم، اللي شايف ازمه معينه او مشكله معينه يقول ده في اجتماع كباتن عاوزين نعمل كذا. ما فيش حد يقول له لا قول للكابتن، كابتن الفريق، لا، هو كابتن، لان انت عارف المجموعه شايف واحد حاجه شايف معينه، فيجي يقول وائل انا شايف حاجه ولازم نقعد مع بعض، عادي جدا. فكل الامور دي كانت مهيئه للنجاح. مدير فني، لاعيبه على اعلى مستوى، لاعيبه شخصيه. ايه شخصيه؟ يعني شخصيه مسؤوله، عنده احساس بالمسؤوليه. وده في يعني مش ما توفرش كتير ان يبقى عندك 10 11 لعيب بنفس الشخصيه دي الكبيره ويعرف يجمع. لا، دي بقى من النقاط المهمه. حتى سيستم النادي كمان يا محمد، او المكان اللي بيحتوينا برضو كان بيساعد بشكل كبير جدا، ان انت عندك ثوابت، عارف ان انت مهما كبرت ومهما بقى ليك اهميه في غرفه الملابس او في الدريسنج روم دي، في زي ما بيقولوا خط احمر كده ما ينفعش تعديه، في اسس سوق، في ثوابت ما ينفعش تعديها. ودي اللي ساعدت المجموعه، لان زي ما قلنا الشخصيات مختلفه. في لاعب بيحب يشوف نفسه اعلى من الناس كلها حتى لو هو ما بيأديش، وفي لاعب تاني محتاج انه يعني زمايله يساعدوه ويساندوه الكلام ده. فالشخصيات دي عارفه ان كل واحد ليه خط معين مش هيقدر يتعداه او يتخطاه مهما يعمل، انما في النهايه زي ما قلنا اجتمعنا على ان احنا ننجح، فقدرنا ان احنا نحتوي بعض. يعني اللعيب اللي كان حتى بيحاول انه يخرج عن المجموعه كنا بنقعد مع بعض وبنتكلم. لو حد شايف في مشكله معينه في مباراه النهارده، في حد شايف ان احنا المباريات اللي فاتت كان عندنا تقصير معين في نقطه معينه، بنضيع فرص بالناحيه الدفاعيه مش عارف ايه، كل الامور حتى الفنيه دي كنا بنتكلم فيها.
اكيد اصعب موقف لينا يعني في مر وانت قائد لفريقك في النادي او في المنتخب، انا اشوف ان هو فكره التحفيز. تحفيز واختيار التوقيت المناسب لتحفيز زملائك في مباراة انت مطالب بان انت تفوز، في مطالب ان انت لعيبة تظهر بشكل مميز، اللعيبة يبقى عندها دوافع في الملعب. الفكرة في التوقيت والطريقة اللي انت تختارها لتحفيز زملائك. واحنا مر علينا مباريات يعني احنا ذكرنا من شوية ان الفريق فيه 5-6 لعيبة قائد بدون شارة، يعني مش لازم ان انا اكون عندي الشارة او محمد عنده الشارة او بركات عنده الشارة او عماد متعب عنده الشارة او اي حد في الفريق عنده شارة. كل واحد فينا قائد ويقدر يوجه المجموعة بطريقته. ففكرة التحفيز واختيار التوقيت المناسب كانت مهمة جدا، وهي كانت الأهم والسر في المجموعة بتاعتنا بشكل كبير يعني. انا من اصعب المواقف وائل محظوظ على فكره انه ما كانش في الموقف ده. كان ماتش بورسعيد. بورسعيد اوضه اللبس بتاع اللعيبه منظر مأساوي. انا كان عندي اصابه قبل المباراه دي بيومين بالظبط. هو محظوظ ان ما كانش موجود. لان ما زال حتى الان انا احيانا بحلم بكوابيس، لان انت على ايديا دي استشهد ناس. فدي من المواقف الصعبة اللي عمري ما هنساها وأثرت فيا تأثير كبير، لأن الموقف نفسه كان موقف مأساوي لدرجة كبيرة. كل ما الواحد يستعيد شريط الذكريات، لا احنا كان الدكتور ايهاب الله يمسيه بالخير هو المسؤول، فالجمهور في مصابين وفي ناس بدأ حالات الموت تبان. فهو كان بيخيط حد كان تحت يعني جبهته كده وتحت عينيه وبتاع، فهو بيخيط، فهو ما لابس البتاع، فانا الراجل الولد ما بيستجيبش ولا بيقول حاجه وبعدين كل ما نقول فاقول له يا دكتور ايهاب، دكتور ايهاب تعالى شوف، يقول لي يا ابني خلاص، يا دكتور ايهاب تعالى شوف يا ابني خلاص. قلت له يا دكتور ايهاب، قال لي يا ابني خلاص مات. فدي من المواقف المأساويه. زي ما بقول وائل كان محظوظ انه ما كانش موجود واثرت فينا بشكل كبير. يعني احنا من الانديه القليله جدا اللي الدريسنج روم بتاع الفريق اختلط بدماء الجمهور، اختلط بدماء ناس. فانت لما تستشهد على ايديك مر علينا ناس. لا بس مالي يا ابو دريك. لا مالي وضرب نار في الشارع واحنا في الفندق. يعني احداث احنا مر علينا احداث مأساويه كتير. بس ده اشدها مأساويه، لان في ناس ماتت على ايدين اللعيبه. وعلى ايدين اللعيبه، فده اثر فينا قوي قوي. وحتى اخر كلام اللي شفنا الفيديوهات اللي بعد كده كان الجمهور يقول لك الا اللعيبه، واحنا بنخرج كنا متفقين. طبعا كانت الاجواء مش كويسه، في ماتشات الاهلي والمصري دايما بيبقى فيه شد وجذب وبتاع، فاحنا كنا متفقين قبل الجيم ان اول ما الحكم يصفر مهما كان النتيجه فاحنا نتجمع في نص الملعب وعلى طول
ونجري. فهم الجمهور موجود في المدرجات، جمهور الاهلي كان موجود. فهو اخر الفيديوهات يقول لك ايه الا اللعيبه الا اللعيبه، الحق يا ابني ده بيضربوا اللعيبه. فدي برضو من المواقف المأساوية وأثرت فينا بشكل كبير، والواحد عمره ما ينساه، وربنا لا يعيدها أيام ويرحم الولاد اللي استشهدوا ويعديها على خير إن شاء الله ويرحم الجميع. فدي من المواقف الصعبة جدا جدا في مسيرتي. أنا أعتقد إن ده أكتر موقف حزين مر على اللعيبة في غرفة الملابس يعني. وخد وقت عشان يتغير المود، واللعيبه عمرها ما هتنسى. فدي من المواقف المأساوية. برضو من المواقف الصعبة والحلوة في نفس الوقت. احنا كان عندنا نهائي 2012 ضد الترجي في رادس. فاحنا بعد اللي حصل في بورسعيد احنا اتكلمنا وقلنا ان البطولة دي بطولة الشهداء. بطولة الشهداء. خدنا عهد على نفسنا. فاحنا وصلنا للمباراه النهائيه. حسام غالي بين الشوطين عيط وهو بيتكلم. كنا خلاص كنا بنلعب جيم يمكن من احسن المباريات النهائيه اللي لعبها الاهلي في تاريخه. حسام غالي اتكلم وهو بيعيط. كلمت، كنت انا احتياطي، انا وعماد متعب وبركات. كان الكابتن حسام بدأ بجد وسيد حمدي. فدي من المواقف ان المشاعر هي المسيطرة. وانت خلاص انا دخلت بين الشوطين وكسبانين 1 وبتاع، وبعد الكلام والشعور بتاع اللعيبة والمحاضرة خلاص البطولة في جيبك، لان الاحساس الموجود والشعور الموجود ابلغ من اي مستوى فني. الروح موجودة والإحساس موجود والشخصية موجودة. بتلعب عشان الدافع كمان. الدافع قوي. الشهداء في الوقت ده كان دافع مهم جدا جدا بالنسبة لينا. احنا كان كل مباراة في خلال البطولة دي بنتكلم في النقطة دي يا محمد. صح. كان في محاضرة مخصوص غير المحاضرة الفنية على أهمية البطولة دي، لأن أنت بتقدم حاجة للناس، للشباب اللي ماتوا على إيديك، الناس اللي أنت شفتهم بيموتوا قدامك، في كل ده في سبيل زي ما أنت ذكرت نقطة اللعيبة. خافوا اللعيبة وتأثير ان يحصل حاجه لحد من اللعيبه، فشباب ضحوا بارواحهم وضحوا بحياتهم قدام عينيك وفي اوضه اللبس زي ما ذكرت. فاعتقد دي كانت من البطولات المؤثره جدا جدا في مشوار نسبه كبيره جدا من اللعيبه بتاعتنا. حتى محمد ابو وهاب الله يرحمه، ابو وهاب برضه من الشخصيات الجدعه قوي، وكان برضه من الناس اللي اثرت في المجموعه. رحيله اثر في المجموعه. ابو وهاب مات في الملعب التدريب في النادي الاهلي. برضه كان ماتش الصفاقسي، برضه كان في البطولة كان في ماتش دوري المجموعات. فده كان من الحاجات المؤثرة جدا. والحاجات برضه اللي لازم تتحكي ان ابو وهاب كان في بداية فترته في الاهلي ما كانش منسجم قوي، او ما كانش بمستواه الطبيعي بتاعه. كان يروح يتألق مع المنتخب ويجي مع الاهلي تحسه انه لعيب تاني. مكسوف. مكسوف. كان لعيب تاني.
فعشان كده انا بقول لك الضغوط في بعض الاحيان ضغوط التيشيرت. في لعيبه في بدايه فتراتها بتبقى ضغط التيشيرت عليها قوي، وده دور المجموعه اللي حواليه. يعني انا عمري ما انسى كنا بنلعب في الملعب الكليه الحربيه، وهو نزل تقريبا 20 دقيقه او 25 دقيقه. هو مميز في الكروسات ناحيه الشمال، كل ما تجيله يستلم يلعب الكره على الارض تروح بعيده، مش ما يشيلهاش من على الارض، جامده قصيره تخبط في المدافع. فهو مش في حالته. فهو بعد الجيم خلصنا الجيم في اوضه كده صغيره في اوضه اللبس، كنا فيها الكرسيين، وكان دي بيبقى فيها الشاي، اللعيبه الشاي والميه. فكان احنا خلاص خدنا الدش ودخلت، ولقيت على يمين الاوضه الصغيره دي هو وعماد النحاس. كان هو برضو من الناس القريبه، عماد كان قريب ليه. ولقيت ده بيعيط. عبد الوهاب ده بص عيل صغير، تحس انه عيل صغير بيعيط. يا ابني في ايه؟ يا ابني في ايه؟ وعماد بقى، عماد النحاس، يا ابني في ايه؟ خلاص هتمشي الامور عادي وماتش وعادي. فهو من الحاجات اللي انا بقول عليها اللي دايما الناس ما بتعرفهاش، احيانا اللعيب بيبقى متاثر جدا بالضغوط، لان اللعيب في الاخر بشر. فالكره ما تبقاش ماشيه معاه فيحس انه ايه، في حاجه غلط، الدنيا تسود في وشه. فدور المجموعه اللي حواليه واللاعيبه اللي حواليه دور مهم. اتكلمت انا معاه وعماد نحاس، احتويناه، وهو من زي العيل الصغير، كلمه ترفعه وكلمه تنزله، الله يرحمه. فعشان كده دي من الحاجات اللي برضه اللي انا عمري ما هنساها. ازاي عماد الاول اتكلم وبعدين شاور لي وقال لي تعالى كلمه وبتاع، وبعدين هو بقى ما شاء الله عليه انطلق وقدم كاس افريقيا، وكان احسن من احسن النجوم اللي موجوده في 2006، وبعد كده في النادي الاهلي. فدي من الحاجات برضو اللي كانت مؤثره فينا. رحيل الكابتن ثابت وازاي استقبلنا، رحيل ال 72 اللي كانوا موجودين في بورسعيد، عبد الوهاب ودوره الكبير، حسام غالي والمحاضره اللي ما بين الشوطين. فكلها من الحاجات اللي الواحد عمره ما ينساها، وبرضه من الاسرار اللي الواحد ما زالت في ذاكرته. وائل كان على طول، انا هقول لك في سريه تامه ليه، لان انا معاه في الاوضه. هو كان معايا في الاوضه، معاه في الاوضه ما يعرفش ما اعرفش انه هيعمل كده. روحنا فما يعرفش. احنا عاده انا وهو، فهو احنا نطفي النور ونشغل هو يقرا الحزب بتاعه ولا الربع بتاعه قبل ما ينام، فنقعد نشغل التلفزيون شويه. فاحنا كنا جايبين على CNN، كانت الاحداث ساعتها في غزه كانت موجوده، وشفت موقف معين اثر فيا قوي. فقلت ايه، لازم اعمل حاجه. فانا نمت بالفكره وما كلمتوش الصراحه. انا ما اعرفش حاجه، ولا قلت له. انا حتى رحنا الملعب، انت قاعد جنبي، انا ما شفتكش حتى لابس التيشيرت ده. انا هقول لك ليه دلوقتي. ف كان معانا حسين ده غاني، الضابط الغاني، كان المسؤول عن الامن عندنا، عن البعثه في مصر، المرافق اللي كان معانا. المرافق اللي كان. حسين ده صوته في القران ما شاء الله عليه، وحافظ القران، وهو ده من نجوم الدوره، لان هو كان مسؤول علينا والحمايه وبتاع. فحسين ده انا قلت له ايه، قلت له بص يا حسين، انا عايز اعمل كذا كذا، وانا اللي اخترت الجمله تعاطفا مع غزه، وعاوزك بس تعمل لي التيشيرت في اي حته. فهو طبعا هو مش يعني قال لي اوكي ماشي هعمل. فهو راح عمله، والطباعه اللي موجوده طباعه عليها جاز، معموله بجاز، فانت تلبسه النفس ما تقدرش تاخده، نفسك ما تقدرش تاخده من كتر الجاز اللي معمول بيه الكتابه. فوائل بيقول لك ايه، ما هو في الاول انت مش لابسه، لان انا ما كنتش ببدا، فاهم؟ فالريحه بتاعت الجاز هتخنقني اكتر. فانا قلت ايه، انا اكيد انا احتياطي هنزل الشوط الثاني،
ماشي، وعملت تيشيرتين وجاب لي التيشيرتين وخبيتهم في الدولاب. غسلته طيب ولا ايه؟ غسلت التيشيرت عشان الجاز؟ انا ما لا، اعرفش ما انا الكلام اقول ده لك لغاية دلوقتي. اول مره احكي. فانا حطيته في الدولاب، وطبعا الاخ ما ولا دريان. حطيت التيشيرتين واحنا رايحين الماتش، كان عندنا السودان. فانا قلت كده كده انا احتياطي، اكيد هنزل الشوط الثاني. دخلنا بين الشوطين، الكابتن حسن اتكلم وبتاع، فانا رحت داخل الحمام وواخد التيشيرت معايا، محدش يعرف حاجه. وهم نزلوا ال11 اللي هيبداوا نزلوا، واللي مش بدايه الشوط الثاني نزلوا. فانا رحت واخد التيشيرت وداخل الحمام، ورحت قلع التيشيرت ورحت لابسه. طبعا ريحه الجزم تخنقك، فانا مش قادر اخد نفسي. فالمهم ربنا سبحانه وتعالى كرمني. كنت بقالي كتير ما بجيبش جوال مع المنتخب، وعملت التيشيرت. بعدها بقى ردود الافعال وبتاع. فحسين ده جاي مخضوض، قال لي انت عملت ايه وفي ايه وبتاع؟ ده احنا جالنا تعليمات ان احنا نزود الحراسه وبتاع، وفي ما اعرفش هيبقوا عقوبات عليك وبتاع. ساعتها المواقف المنتخبات العربيه كان موقف مشرف. قال لو حصل له حاجه وبتاع، او اتوقف وبتاع، احنا مش هنكمل البطوله. الضحك كله بقى فين؟ هو الموقف الصراحه انا اعتز بيه، وربنا سبحانه وتعالى يجعله خالص لوجهه. الضحك كله تاني يوم بقى كابتن حسن عمل اجتماع. كابتن حسن عمل اجتماع، فاحنا خلصنا الفطار ودخلنا القاعه، وهو قاعد يتكلم معرفش في كذا موضوع في الاول وبتاع، وفي الاخر جه الموضوع. قال لي خدها يا عم انا بقى قلت بقى كابتن حسن هيدي. قال لي ايه؟ لا راح عامل ازاي؟ قال لي طب يا عم ابو تريكه ما تقول لنا، كنا عملنا 35 تيشيرت. فدي من المواقف، انا اول مره من الحاجات القليله اللي انا اخبيها على وائل. انا والله ما اعرف بصراحه اللي هو حكى ده، انا ما اعرفوش والله بصراحه خالص. انا اتفاجئت بقول لك في الملعب، انا شفت الصوره اتفاجئت في الملعب بصراحه. ما ابو مسلم بقى، ابو مسلم تعرف ابو مسلم طبعا، كلم عماد مدحت، قال له يا عم بقى خليه يقعد على جنب شويه، لا حد ينشوا بالار بي جي ولا حاجه. لما الواحد بيسمع كلمة غرفة الملابس بيفتكر اللحظات المميزة في مسيرته بصراحة. يعني الحمد لله المسيرة بتاعتنا فيها مواقف كتير جدا، إنما كان فيها برضو لحظات صعبة جدا علينا، صعبة على لاعب كورة دايما اتعود على النجاح، اتعود انه ينجح في كل اللحظات وفي اغلب لحظاته. فصعب كان اللحظات اللي فيها انكسار لينا كانت بتبقى مؤلمة بالنسبة لنا بصراحة. ففي بعض البطولات اللي كانت صعبة جدا، منها خسارتنا ل 2007 محمد، كاس الشامبيونز ليج الافريقي في ملعبنا في مصر في وسط جمهورنا، كانت برضو من اللحظات المؤلمة جدا علينا. انما الحمد لله في خلال المسيرة كانت الانتصارات هي الاغلب، والانتصارات هي الكلمة الابرز في مشوارنا كلنا. الواحد بيفتكر، وخلال كلامنا دلوقتي تذكرنا اللحظات الكبيرة اللي فيها فرحة وفيها انتصار كبير. انا ما انساش ابدا النهائي 2006 ونهائي 2008 ونهائي 2010، الخطاب اللي كان بين اللعيبة وبعض. لما بفتكر اوضه اللبس وبدخل اوضه اللبس، كل الامور دي بتمر على الواحد. بفتكر اللحظات اللي الواحد اتكلم فيها مع زمايله بشكل فيه تحفيز، وبفتكر كل كلمه واحد زميلي ممكن يكون اصغر مني في العمر قالها لي، ساعدتني او وصلت لي فكره معينه. فبصراحه يعني دي من الحاجات اللي صعب ان هي تتنسي جدا. فراقه لزمايله في خلال مسيرته، ان الواحد يبقى كان في اخر فترات عمره ويلعب ويلاقي كل زملائه اللي فتره طويله معاه
ابتعدوا عنه، مش موجودين معاه في اوضه اللبس. دي برضو من الحاجات اللي بتزهق الواحد، تخلي اللعيب يبقى يخرج من مجال الكوره كلاعب بشكل كبير جدا. فالحمد لله في خلال مسيره الواحد اللحظات دي كلها خرجت بيها بحاجات مميزه جدا، ولحظات انا بحمد ربنا ان انا عشتها بشكل كبير، ولحظات تانية بحمد ربنا ان انا ما عشتهاش، زي موضوع الوفاه وما شفتش اللحظات المؤلمه دي. يعني دي الحاجات الابرز اللي عدت على الواحد في مشواره يعني. يعني انا بالنسبه لي اوضه اللبس زيها زي الحياه، يعني فيها الحلو وفيها المر. الحلو طبعا لحظات التتويج بعد كل البطولات. المر قليل، بس كان ما زال هو الاقرب الى قلبي، مش عارف ليه. اولا مجزرة بورسعيد، ثانيا عدم صعودنا لكاس العالم قدام الماتش الفيصل في السودان. دي من اللحظات برضو اللي انا عمري ما هنساها. تخش اوضه اللبس تحسها انت داخل جنازه، داخل عزا، لان كان هدف من اهداف الجيل، وكان هدف اساسي، وكان كل المجموعه متكاتفه انها توصل كاس عالم. فاللحظه بتاع اوضه اللبس وانت خسرت بقى، وتحس ان كاس العالم راح منك واملك الكبير راح منك، ما زال اقرب الى قلبي. التتويج كويس وكل حاجه، انما ما زال اللحظتين، لحظه ال 72 شهيد ولحظه عدم وصولنا لكاس العالم، هي الاقرب الى قلبي. الانسان دايما بيحب الفرح، ودايما لحظات الفرح هي اللي بتبقى اقرب الى القلب واقرب الى الذاكره. انما لحظات المر بالنسبه لي يمكن انا ما اعرفش ليه، فهي دي من اللحظتين. انما اوضه اللبس زيها زي الحياه، فيها اسرار، والاسرار زي ما بقول لك ممكن نقولها بعض من الاسرار، انما مش كل الاسرار، وما زال هناك اسرار وهيبقى اسرار. لان الاصل في اوضه اللبس في اي فريق هي صندوق سر، صندوق سر ما يبوحش بيه لاي حد.